السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيثم ابراهيم، شغال ومتخصص في مجال اللايت كارنت. طالع النهارده اتكلم معاكم واناقشكم شويه، اقول لكم عن تجربتي في معرض ICE Intelligent Cities Exhibition and Conference 2023 المقام دلوقتي في مصر. النهارده اول يوم، اللي لسه ما راحش يلحق يروح، ولسه كمان بكره باذن الله. المعرض ده يا جماعه المين توبيك بتاعه او الموضوع الرئيسي بتاعه هو بيتناقش وبيتكلم عن المدن الذكيه. ايه هي المين كومبوننتس بتاعت المدن الذكيه، او ايه اهم عناصر المدن الذكيه، السيستمز اللي فيها، مين الفيندورز اللي بتقدر تدعم او شغاله في المجالات ديت، ومين الشركات اللي كمان بتقدر تنفذ المشاريع ديت. بالمناسبه المعرض دوت دي 9 سنه يتعمل فيه. واو، حاجه جامده جدا بصراحه ان في مصر، ان احنا برغم كل الظروف اللي احنا فيها حريصين ان احنا يبقى المعرض يتعمل في نفس الوقت بتاعه بتاع كل سنه. المعرض في فندق دوسيت اللي في التجمع الخامس، اللي حابب برضو يروح. معرض زي ما قلت لكم من شويه بقاله 9 سنين. طبعا في كم تنوع ما بين المصنعين الفيندورز والموزعين اللي موجودين في مصر، الشركات اللي شغاله في المجال، كل بقى الشركات اللي شغاله في المجال، كمان الناس المعنيين من وزاره الاتصالات ووزاره الكهرباء واهم وزاره الداخليه كمان ووزاره الدفاع. كل واهم الوزارات المعنيه بالموضوع دوت متواجدين وليهم سبيتش او ليهم كلمه يعني في المعرض اللي بيقعد لمده يومين. فطبعا احنا بنتكلم في حاجه ايفنت ومعرض ما ينفعش يتفوت. دي الحاجه الثانيه، احنا بنتكلم في عدد الشركات اللي عارضه، بنتكلم من 14 ل 17 شركه. طبعا الناس عاملين مجهود كبير جدا ودي حاجه تحترم. المعرض بقى زي ما قلت لكم من شويه هو بياخدك كده في رحله وبيقول لك ازاي تعمل مدينه ذكيه، وايه اهم الانظمه اللي موجوده في المدينه الذكيه، وهل مصر عملت الكلام دوت ولا لا، وعن طريق مين من الشركات، وعن طريق مين من الفيندورز، وايه هي السيستمز اصلا. لان الموضوع لما تيجوا تحضروا ان شاء الله يعني هتلاقوا ان الموضوع جميل جدا جدا، وان التكنولوجي بتجري بشكل غير طبيعي. يعني لكم ان تتخيلوا ان المعرض المفروض بيكفر حوالي 12 سيستمز. السمارت سيستم هو ده بيقول لك السمارت سيستم بتتعمل ازاي. فهيجي يقول لك بقى في عارضين بيعرضوا السيرفيلانس سيستم او قناه المراقبه، وفي عارضين بيعرضوا السكيورتي سيستمز، وفي عارضين بيعرضوا او شركات يعني بتعرض المنتجات بتاعتها الخاصه بالنتورك، وفي عارضين بيعرضوا الفايبر اوبتكس كيبل او الكابلات اللي بناء عليها بنبدا نعرض الابلكيشنز دي كلها، وفي عارضين جايين بيعرضوا كمان الترافيك سيستم، وفي عارضين بيعرضوا اللايت سيستم. ففي تنوع كبير جدا، وفي كمان عارضين بيعرضوا الداتا سنتر. فانت مهم جدا لما تروح المعرض تعدي الاول تاخد تور جوه المعرض. هم يعني قاعتين، القاعه الاولانيه دي قاعه فيها العارضين كلهم الشركات. عدي كده على شركه شركه واعرف ايه المنتجات اللي بتقدمها، اتعرف على الناس وتاخد منهم البيزنس كارد بتاعهم وتتعرف عليهم، وبعد كده تدخل تسمع وتتعلم البرزنتيشن اللي بيقدمها الفيندورز والشركات كمان المصريه والاجنبيه. خلي بالكم يا جماعه المعرض دوت فرصه كبيره جدا للاستثمار. يعني انا شفت بنفسي في ناس عرب موجودين في المعرض. فطبعا البنيه التحتيه في مصر بصراحه اتطورت. احنا ما كناش كده من 9 سنين. احنا عندنا ظروف دلوقتي وظروف مش سهله، بس لا احنا احسن من قبل كده في بعض الحاجات، ومن ضمنها السمارت سيستمز او التكنولوجي. البلد ما كانتش كده خالص. ففي شاهد بقى، وده اللي انا عاوز اناقشكم فيه، شويه شواهد كده خدت بالي منها، وحابب برضه اتناقش معاكم فيها واسمع رايكم في الكومنتات. اللي راح هل شاف نفس اللي انا شفته ولا عنده ملاحظات تانية؟ طبعا بعيدا ان انا كان عدد الفيزيتورز او عدد الزائرين قليلين، انا رحت من بدايه اليوم خالص، بس انا اكتشفت ولقيت ان الصينيين ليهم جزء كبير جدا جدا من المشاريع اللي اتنفذت في البلد دلوقتي. يعني انا طبعا الحمد لله كنت شاركت في جزء من المشاريع ديت، بس ما كانتش ببراندات صيني بصراحه، والكلام دوت من 3-4 سنين. لكن الواضح ان الصينيين من 2020 انتشروا وتوغلوا في السوق الماركت بشكل، والسوق المصري بشكل كبير جدا جدا. وكمان مش عشان زي ما بيتقال ان عشان سعرهم قليل، لا يا جماعه، هي الناس بتقدم سوليوشنز متنوعه جدا. زي بيقول كده بيقدم انت ان سوليوشن. يعني لك ان تتخيلوا النهارده هيك فيجن بتقدم سيرفيلانس سيستم، وبتقدم باركينج سيستم، وبتقدم تيرن ستايل، وبتقدم اكسس كنترول، وبتقدم فيديو انتركم، وبتقدم حاجات كتير جدا. ده غير طبعا السوفت وير بتاعهم هيك سنترال بيقدر يكومينيكيت مع
كل السيستمز ديت، فبيقدر يديك تنوع كبير جدا. فالشاهد الاولاني ان الشركات الصينيه بقى ليها تاثير كبير جدا جوه السوق المصري، وانا متخيل ومعتقد كمان ان لسه التاثير هيزيد اكتر واكتر، مش بس عشان السعر، لا كمان عشان الناس اثبتوا نفسهم على الارض. ده اول شاهد. الشاهد التاني ان احنا في مصر حقيقي فعلا تطورنا بشكل كبير جدا في المجال دوت، وبقى لينا ريفرنس، وبقى فيه اوريدي حاجات اتعملت بالشكل دوت. الرادارات اقربها يعني، بعيدا عن فكره ان هي بتقطم رقابينا كلنا في المخالفات المروريه، بس قللت فعلا من الحوادث. يعني ما تقيسهاش على نفسك انت بس، يعني قيسها بصفه عامه. انت النهارده في طريقك على الدائري مثلا، الطريق الاوسطي ولا اي دائري، اكيد بتلاقي العربيات غير الاول، ما تلاقيش حد بقى عمال ياخد يمين وشمال. زي كمان برضو حجم الازدحام المروري في مصر قلل، ما حدش يستهون بالقصه ديت. دي برضو عن طريق التكنولوجي وعن طريق الاي اي او ارتفيشال انتليجنت. مهم جدا ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي هو اللي بيحدد سلوكياتك وبيراقبها، مش مجرد بيجي زي زمان يسجل وخلاص وما بياخدش اكشن. الموضوع تطور بشكل مرعب. مهم تحضر لو انت واحد في الصناعه، لو انت واحد عاوز تدخل الصناعه مهم تحضر، لو انت واحد مستثمر اعرف كمان البلد ديت وصلت لايه في مصر. مصر كبيره جدا جدا، مهما قرينا بازمات هنفضل مكملين. الكوادر المصريه هم اللي بيليدوا يعني المنطقه العربيه يعني، طبعا ومعاهم بلاد تانية، بس الكوادر المصريه محدش يستهين بينا، ومحدش يفتكر ان المصريين قليلين. بالعكس، المصريين هم اللي بيساعدوا اخواتهم في البلاد التانية ان هم يحطوا التكنولوجي ويحطوا السيستمز اللي يبقى موجود عندهم. طبعا نتيجه خبراتنا الكبيره، احنا عندنا استشاريين كبار جدا في مجالنا، وعندنا مقاولين كبار جدا، وعندنا شركات بتقدر تنفذ بشكل كبير جدا. ده شاهد. الشواهد بتاعتي اللي شفتها في المعرض يعني، يا رب يكون الملخص اللي قلته لكم دوت يقدر يفيدكم. منتظر تعليقاتكم. لو القناه بتعجبكم هبقى مبسوط لو تعملوا لايك وكومنت كمان، وتشتركوا في القناه. لو القناه مش عاجباك هبقى مبسوط برضه لو تكتب لي ايه سبب عدم اعجابك بالقناه، عشان نطور نفسنا اكتر واكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.